في قصر الرئاسة في واغادوغو. كان الليل قد اقترب، والهواء مثقل بالأسئلة. على مكتب صغير وضع هاتف أحمر مخصص للاتصالات الحساسة. رن الهاتف. كان المتصل مسؤولا كبيرا من الخارجية الفرنسية. في البداية كان الحديث دبلوماسيا، حديث عن الشراكة، عن الأمن، عن المصالح المشتركة. لكن سرعان ما تغيرت النبرة. المسؤول الفرنسي بدأ يلمح ويحذر ويهد. الرئيس تراوري، من الأفضل أن تعيد النظر في طرد القوات الفرنسية. هذا ليس من الحكمة. أنتم دولة صغيرة، ولن يمكنكم حماية أنفسكم بدوننا. هنا ساد صمت. لم يجب تراوري فورا، ثم أمسك الهاتف وقال بصوت هادئ لكنه كالصاعقة: أنتم في باريس لن تعتدوا على رؤساء أفارقة يقولون لا. لكن هذا الزمن انتهى. لسنا عبيدا، ولسنا بحاجة لحمايتكم. انسحبوا بهدوء قبل أن نجبركم على ذلك. أغلق الخط. ولن تمر أيام حتى أعلن تراوري رسميا طرد جميع القوات الفرنسية من أراضي بوركينا فاسو. في عالم تهيمن عليه القوى الكبرى، ظهر صوت شد قال: كف. مكالمة واحدة، لكنها كانت كافية لتعلن ميلاد مرحلة جديدة في تاريخ إفريقيا.